السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا بدي أجرب شو اسمه أكلات طيبة تركية. هدول يعني معظم الأكلات أنا الصراحة فتحتهم جربت منهم وهيك. فبسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا تذكروا رب العالمين، ولا تنسوا تدعوا لأخواننا بغزة وبالسودان وبالعراق وبجميع الدول المسلمين. أول شي عنا هي، طبعا أنا فتحتها طيبة فيها مكسرات. شوفوا عنا هي متأكد أنتم مجربينها، او ما بعرف يعني اللي عاش بتركيا او جرب اكلات طيبه تركيه بيعرف هي قنبله. هي طيبه بس كتير فيها سكر. في عندنا هي كمان كتير طيبه. كنت كتير اشتريها اول ما انا كنت عايش بباشك شهر باسطنبول. والله ذكريات كتير. 10 من 10 دغري. هي كتير بحبها. اكيد هي بتعرفوها، بسكوت شوكولاته يعني شي عادي. طيبه كتير طيبة كتير، بس في واحدة بتشبه أطيب من هلا بورجيكم يعني. هي بتجنن، هي كتير بحبها. هي نفس الشيء. ليك شو دهدرت اسمها يمكن بيني ülker. اي والله abi çok güzel. وهي نفس الشيء بس دارك. طيبة. السكر ذبحني. هي سنيكرز بس النسخة التركية. طيبة. اللي بعده عنا هي طعمة البرتقال. كمان طيبة. وعنا بعدين هي جوز هند. أنا كتير بحب الجوز الهند. هي كتير عادية، بسكوت شوكولاتة كمان. في عندي هي هلا. والله طيب أنا ما عندي مشكلة مع الشوكولاتة البيضاء، بحبها. أنا كتير أكلت سكر يعني. ادعولي ما يصير لي شي. هدول هن تمام تشوفوا. فأول شي نبلش بالبرازة. البرازة أنا أكتر شي بحبها الصراحة. طيبين بس مو مثل البرازة اللي ناخدهم من الشام من الميدان. هدول بيجوا الكبار اللي احنا بنساويهم. دوق الغريبة كمان نفس الشي. اللي أنا كنت لأن أنا الصراحة أنا من الميدان يعني. هنيك تربيت وهيك. فهدينك كتير أطيب. هدول طيبين بس هدينك كتير أطيب. يا عم ارحمني، اسمع عارف يا ناس، حد يرحمني من الوقت ده. طيبين الحمد لله، بس مو بالمستوى اللي أنا يعني اللي هيك شو اسمه كنت متخيل أو متعود عليه. فبس كان هذا كل شيء لهذا الفيديو. كان معكم معاذ من قناة مازك ستي 3، ونراكم في الفيديو القادم. سلام.